في 2010 وفي أمريكا في مكان معروف اسمه السي وورلد، كان بيتعمل فيه أشهر عروض الحوت أوريكا، وناس كتيرة جدا كان بتروح تتفرج عليه. الحوت ده كان اسمه تيليكوم، وكان العروض بتاعته مبهرة جدا، لياقة مش طبيعية. وفي يوم العرض المشؤوم واللي كان فيه الحادثة الكبيرة، كان مع مدربته دوم برانشو، وكانت الصدمة. قام تيليكوم بسحب مدربته تحت المية أكتر من 30 دقيقة. كانت النتيجة موت المدربة طبعا. وطبعا الحادثة دي كانت مشهورة جدا في الوقت ده، وبعد كده استبعدوه من العروض، وقعد حوالي 9 سنين بعدها ومات. وده يأكد ان مهما كنت جامد فالبحر ومخلوقاته ملهمش امان.